في ناس ما عندهمش فلوس لكن أغنياء، بعزة نفوسهم، برضاهم، بطموحهم وتطلعهم إنهم يبقوا أحسن. لو مش هتساعد الناس دي علشان يبقوا زيك، سيبهم في حالهم، بلاش تحببهم في الفقر، لأنك كده بتسحب منهم الطموح، بتسحب منهم الأمل في الله، كأنك بتقول لهم هو ربنا خلقنا كده، ناس أغنياء وناس فقراء. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. ونيجي بقى لليوم المنتظر، يوم العزومه. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه في عزومه النهارده، في عزومه امبارح مش النهارده. فاليوم كان مليء كده بالحاجات. عايزه اقول لكم انا دخلت المطبخ الساعه 8 الصبح، ما طلعتش منه غير على صلاه القيام. يعني حتى صلاة التراويح ما صليتهاش في المسجد زي كل يوم زي ما انا متعوده. يعني في اليوم ده ما قدرتش بصراحه، لاني اصلا كنت مخلصه غسيل بس مواعين، الاذان بيأذن وبقول الله اكبر، فمعرفتش. فيلا بقى ايه، حط لي بقى لايك عشان فيديو النهارده فيديو تشجيعي جدا وفيديو حماسي جدا جدا، وهتنبسطي منه وتاخدي منه افكار حلوه لو عندك عزومه. فحطي لي بقى لايك واشتركي في القناه ولو عجبتك، وسيبي لي كومنت حلو منك. ندخل بقى كده ايه بعد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول بنعمل ايه. طبعا انتوا في الاول كده شفتوا البط. انا هعمل كده في عزومة النهاردة، هعمل 3 عندي كده فرختين ونص تسمين اللي هو الفراخ البيضة، ومعايا كده 2 من البط، يعني بطتين كده حلوين كده. وزن البطة كان تقريبا 2 ونص. ومعايا فرخة كده ايه ام عرف اللي هي زي البلدي يعني وكده. اول حاجه بقى كده انا طبعا البط بتاعي طبعا غسلاه ومنضفاه ونقعاه من امبارح، ويعني عامله له المحلول النقع بتاعه ومظبطاه. نيجي بقى على الطريقه اللي انا باحب اعملها في البط، لان البط بتتبل لي تتبيله البط، يعني بتطعم لي البط جدا وبتخليه لذيذ جدا. ان انا باجيب بصل بفرمه عندي في الكبه، او ممكن تخرطيه على ايدك خرط ناعم، وبعدين بتحطي عليه فلفل اسمر وكمون و7 بهارات وملح، بس ما ضفتش اي بهارات تانية. وقلبت طبعا البهارات مع البصل كويس جدا عندي لما البصل كده ديبل معايا، ومسكت البط عندي والفرخه دبلتهم طبعا زي ما انتم شايفين كده، وركنتهم بقى على جنب. سيبوهم ساعتين 3 4. يا سلام بقى لو عملتيهم من بالليل لتاني يوم الصبح، يعني عايزه اقول لك هتفرق جدا في تتبيله البط وفي لحم البط. عايزه اقول لك لحم البط بيبقى طري كده وطعمه كده كانك انت متبلاه بقالك مده. يعني بصي بيبقى لذيذ جدا، يعني في كل الحالات بيبقى طعم جدا. هنا بقى الفرخه دي خدت كده الصدور بتاعتها عشان طبعا هبدا افرمها، وهبدا اعملها جلاش بالفراخ. تمام. هنا كان عندي فرختين ونص من فراخ تسمين. هبدا كده برضو التتبيله، هجيب برضو بصل بس هزود هنا البهارات شويه. جبت كده 3 بصلات، حطيت عليهم بقى ورق لوري وعود من القرفه وحبهان وقرنفل. انا ما كانش عندي بودره بس حطيت صحيح، فلو انت عندك بودره حطي. وكمون بقى وفلفل اسمر برضو وال7 بهارات، وفصين كده 3 من الثوم، وشويه كده من الشطه عشان تبقى التتبيله كده سبايسي كده. وقلبتهم كده كله مع بعضه كده، وهسويهم على البوتاجاز، مش هدخلهم الفرن. بعد ما يستووا عندي هبدأ طبعا ادخلهم الفرن، وده كله هيكون واضح معاكم في الفيديو النهارده. طبعا قشرت بقى البطاطس. بصوا انا واخده لكم مقتطفات من كل حاجه، لان طبعا كان اليوم عايزه اقول لكم انا كنت لوحدي، ما كانش حد بيساعدني ولا حد بيعمل معايا اي حاجه. فانتوا الفيديو يعني مدته 9 دقايق، فتحسوا ان هو في منت كده المعزومه سهله وبسيطه وما خدتش معايا وقت. ويا سلام يا ريت كل حاجه تبقى زي بسرعة الفيديو كده، بس طبعا لأ، كل حاجة بتاخد وقت، وكل حاجة خاصة بقى لما يكون معاكي ولاد صغيرين فالمشقة بتزيد عليكي ايه اكتر. المهم بقى بعد ما تبلنا البط والفراخ وركناهم كده على جنب، نيجي بقى نعمل الصلصه بتاعه الايه، بتاعه صينيه البطاطس. هنعمل كده صينيه بطاطس كده حلوه محترمه. فالصلصه عباره عن بصل وثوم وطماطم بس كده. ومش حطيتش بهارات، غير حطيت بس مكعب مرق، وحطيت اللهم صل على النبي معلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز عندي لون الطماطم وتخلي لونها احمر وحلو. وبرده ركنتها على جنب. نيجي بقى نعمل الكنافه. في حاجات كنت بعملها واركنها عشان تسهل عليا، لان انا ما باحبش اعمل حاجه من الصبح. لا انا كنت بادئه يعني ولعت عندي على الطيور اللي هو البط والفراخ الساعه 2. تمام. فالاول قبل بقى ما اولع كنت عملت بقى الكنافه وعملت الصلصه بتاعه صينيه البطاطس. هنا بقى الكنافه عندي عملت طبعا الشربات، حطيت كده عندي كيس من السكر كان كيلو الا ربع، حطيته كده وقلت لو بقي مش مشكله باركنهم. يعني انا عارفه ان الكيلو ممكن اوقات الكنافه بتاخده واوقات ما بتاخدوش. يعني اوقات ما باجي اعمل كنافه كيلو ممكن احط لها كيلو الا ربع السكر بتشربه، واوقات لما بتيجي برضو ما بتشربوش كله. فهي على حسب بقى ايه التسويه بتاعتها.
هنا بقى عملت الكنافة عندي طبعًا وحشيتها عندي سوداني وجوز هندي، ودخّلتها بقى إيه الفرن، قُلت بقى إيه دي كانت أول حاجة تخش عندي الفرن صينية الكنافة، وكنت طبعًا الشربات بتاعها عملته معاكم طبعًا زي ما أنتم شفتوه كده، وركنته برضه على جنب، وإيه والكنافة كانت في الفرن، قُلت بقى إيه يا دوبك أدخل إن أنا أولّع على البط والفراخ. هنا بقى كانت الساعة 14:00 كنت مولعة الساعة 14:00 بالضبط. طبعًا حشيت بقى عندي الفراخ رز كده وبصل والتتبيلة اللي أنا باعملها معاكم كل مرة، وحاطة طبعًا عندي في الحلة هنا مَيّة مع بصل، مع ورق لوري، مع حبهان، مع قرنفل، مع اللهم صل على النبي كمون بقى وفلفل أسمر وملح و3 فصوص من التوم، ممكن تحطي حبايات طماطم بس أنا ما حبيتش أضيفها بصراحة. الكنافة بقى كانت عندي كانت طلعت، سقيتها طبعًا بالشربات وزي ما قُلت لكم هي ما خدتش كمية الشربات كلها، يعني أوقات لمّا باجي أعمل الكنافة ممكن تاخد عندي كمية الشربات كلها، وأوقات ما بتاخدهاش، بس دوّة طبعًا على حسب التسوية، لو أنتِ عاملاها مش منشفاها أوي في التسوية فهتلاقيها هتاخد منِّك كمية الشربات كلها، أمّا أنتِ لو مخلياها بقى إيه من فوق ومن تحت وكريسبي كده مش هتاخد منِّك نُص كمية الشربات، فهي طبعًا زي ما قُلت لِك على حسب كمية على حسب أقصد التسوية بتاخد إيه كمية الشربات. هنا بقى عندي العصاج بتاع الفراخ برضه عملته طبعًا، ونيجي بقى إيه لصينية البطاطس. طبعًا أنا كنت عاملة معاكم الصلصة زي ما ظهر في الفيديو، هنا بقى جِبت بصلايتين كده صغننين وسط كده، قطّعتهم كده جوانح طرنشات يعني، ومعايا كده برضه 4 قرون من الفلفل قطّعتهم طرنشات، ومعايا كده برضه 4 فصوص من التوم، وبهارات بقى، حُطّي البهارات اللي أنتِ تحبيها، أنا حطيت بابريكا برضه عشان تعزّز اللون أكتر وتبقى حمرا كده وحلوة، وحطيت عندي كمون، وحطيت عندي فلفل أسمر، وحطيت عندي مكعب مرق، وحطيت عندي اللهم صل على النبي رشة من الزعتر بتخلّي البطاطس حلوة أوي. وقلّبي بقى البصل مع البهارات دي كويس جدًا مع الفلفل، وبعدين انزلي عليهم بالبطاطس قلّبيها برضه كويس، وبعدين بقى حطّي بقى الصلصة اللي إحنا عملناها مع شوية طبعًا من الشوربة وشوية من المَيّة، طبعًا زي ما شُفتِ كده ودخّليها بقى الفرن وكلي أحلى صينية بطاطس. هنا بقى كانت خلاص كانت الساعة 16:00 كان البط عندي استوى، يعني البط خَد عندي ساعتين، قعد ساعتين بس الفرخة أم عُرف دي خدت يعني إحنا بنقول عليها أم عُرف مش عارفة هي زي البلدي يعني، بس هي بتاخد تسوية أكتر من البلدي، البلدي ما بياخدش يعني نُص ساعة على النار وبيكون استوى، لأ دي بتاخد سِوَى شوية، عدّت ساعتين ونُص على النار لمّا استوت معايا. بعدين بقى إيه، ركنتها كده على جنب وهديت على النار قُلت بقى استوي براحتك، كنت أنا بقى عملت الجلاش، قُلت طبعًا هاسوي الجلاش الأول وسقيته طبعًا باللبن وبالشوربة، ودخّلته بقى عندي الفرن يستوي، كانت طبعًا صينية البطاطس كانت طلعت من الفرن والبط عندي بقى رُحت دهناه دهنة من الزيت ودخّلته برضه الفرن يتحمّر معايا، أنا ما باحبش أدهنه صلصة أو أدهنه طماطم أو لأ، باحب أدهنه بس زيت عشان يبقى يتشمّع معايا وطبقة الدهن اللي عليه أو طبقة الجلد اللي عليه دي تنشف معايا. هنا البطاطس كانت عندي طلعت وهنا الفراخ كانت برضه والبط كانوا اتحمّروا معايا. سامحوني لو باتكلّم بسرعة بس الفيديو أصلًا يعني إيه، أنا مسرّعة فيه مش عايزاه يبقى طويل أوي، عشان ما تملّوش بس وتزهقوا. نيجي بقى للرُز، هنبدأ طبعًا نعمل برضه رُز مصري رُز أصفر يعني، عندي طبعًا أنا باحب أحُط بصل جدًا في الرُز الأصفر، بتطعّم الرُز بيخلّي الرُز في حتّة تانية، عندي شوية من الزيت نزلت عليهم ببصلاية كده تكون وسط خرطاها برضه نفس الخرط اللي أنتم طبعًا شايفينه دوّة، ونزلت عندي بالبهارات بهارات الكبسة اللي هي إيه، ورق لوري، عود من القرنفل، ليمون مجفف، حبّهان وقرنفل وكمون وزعتر اللهم صل على النبي لأ مش بابريكا، كركم أقصد وكمون وفلفل أسمر وملح، بس دي كانت ومكعب مرق، هي البهارات كتيرة شوية بس عايزة أقول لِك بتطعّم الرز جدًا، طبعًا بتشوّحي البصل مع البهارات الأول وبعدين تنزلي بالرز تشوّحيه معاهم، وبعدين بقى تنزلي بقى بشوربة ومَيّة أو حابة تحطي كلّه شوربة، حابة تحطي كلّه مَيّة، ده هيرجع لِك أنتِ، بس ما تزوّديش كمية المَيّة عشان الرز ما يعجنش منِّك، لإن دوّة طبعًا مش رز بسمتي. عملنا طبعًا العصير، عملت عصير فراولة على موز وعملت مانجا. أنا طبعًا الرز كان عندي اتشرّب، بدأت كده أقلّبه وهديت طبعًا عليه النار، عايزة أقول لِك كان طعمه تحفة، وعملت كمان فيه خطوة بس خطوة إيه بس، عملت خطوة فيه إن أنا بافحّم الرز، إن أنا كده في نُص كده الرز باروح جايبة كده فحماية مولّعاها وحاطة عليها كده شوية من الزيت، وباحطها كده عندي في قلب الرز، طبعًا مش باغطّيها بالرز لأ، في قلب الرز وباغطّيها بالغطا، بس عايزة أقول لِك الرز كإنِّك عاملاه على الفحم، وهنا بقى كانت صينية الجلاش عندي طلعت خدت اللون التحفة ده، وده بقى طبعًا كانت سفرتنا، أنا كنت ناسية الجلاش بس طبعًا جِبته، أنا هنا اللي كان جوزي اللي كان بيصوّر لإن أنا باتكسف أصوّر وهُم قاعدين،
فطبعًا كنت ناسية الجلاش، إحنا صوّرنا قبل ما أحط الجلاش، بس طبعًا حطيت الجلاش وكانت السفرة طبعًا زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا جنب الرز أنا كنت عاملة فتة رقاق، إحنا هنا من عشاق الرقاق، بنحب الرقاق جدًا بالشوربة، فطبعًا كنت عاملة برضه طبقين كبار، طبعًا زي ما هُم واضحين كده في الفيديو عندكم. وبكده بقى دوّة فيديو النهارده، يا رب تكونوا حبيتوه واتشجعتوا منه وخدتوا أفكار حلوة. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما ننساش بقى نحط لايك ونشترك في القناة ونفعّل زر الجرس. مع السلامة.